بكم من جديد مستمعي إذاعة راديو دجلة من بغداد في برنامجكم المنوع هموم الناس في هذا المساء الربيعي الساحر. فقرتنا التالية ننتقل بها من بغداد إلى بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي، وتحديدا عند مدينة أنتويرب الساحرة، حيث شهدت قصة مؤلمة لا نعرف متى وأين وكيف ستنتهي فصول قصتها. القصة كما وصلتنا من والد الفتاة المقيم في الكاظمية جواد كاظم السعدي، الذي لا حول ولا قوة وطلب مساعدة الحكومة العراقية. وسنستمع لحديث صوتي له في الفقرة التالية من البرنامج، لكن دعونا نوجز تفاصيل القصة إليكم نقلا عن لسان والد الشاب نبأ، حيث قال: في أحد الأحياء الصغيرة بمدينة أنتويرب جمعت ابنتي قصة حب وصلت لقرار الزواج بينها وبين شاب أجهل اسمه وتفاصيله بسبب تكتم أمها وعدم إبلاغي من قبل أحد. وهنا حدث ما لم يكن بالحسبان، الشاب يتقدم لخطبة ابنتي والمعوقات تبدأ من قبل والدتها، حيث قال والد الشاب نبأ جواد المقيمة في بلجيكا منذ أكثر من 4 أعوام إن أمها أزهار حمودي الخزعلي أخذت أولادها الثلاث وهربت من سوريا دون علمي، وأولادي قاصرين، لكنها أخذتهم عن طريق التهريب برا إلى أوروبا. يا جماعة، يا أهل الرحم، بصراحة هذا فعل يحاسب عليه القانون العراقي، فكيف سمحت أوروبا التي يدعون فيها الأمن والقانون باستقبال سرقت أولادها القاصرين من أب لا حول ولا قوة؟ وما ذنب الأب أن يحرم من فلذة أكباده طوال هذه السنين؟ نعود لقصتنا. وبعد مدة وافقت الأم على أن يكون الشاب ضحية جديدة للبنت، ونقول ضحية لأن البنت كانت قد تم خطوبتها 3 مرات سابقا دون علم الأب، وهي لم تتجاوز 20 ربيعا. على ما يبدو مستمعين الكرام هذه إفرازات وإرهاصات الغربة. دعونا نذهب لفاصل إعلاني ونعود معكم لاستكمال القصة المؤلمة. اعلن في دجلة اف ام. مع زين كل ما تشحن أكثر يزيد رصيدك ويكبر. اشحن رصيدك ببطاقات التعبئة فئة 10,000 دينار أو أكثر، واحصل على هدية رصيد إضافي عن كل بطاقة شحن. سارع للاشتراك الآن بالاتصال على الرقم *222# وبكلفة 100 دينار فقط. اشحن أكثر، تحكي أكثر. اعلن في دجلة اف ام. السلام عليكم، باركولي. واخيرا حصلت شغل. اي نعم، حصلت شغل بفضل بروجيل. الحلم صار حقيقة، واذا انت هم مثلي تطمح المستقبل افضل، انصحك تزور موقع بروجيل على الانترنت www.brogil.com. ممكن تتهجى بسيطة، PROJEEL.com. وإذا تحب أكو رابط على موقع راديو دجلة، ومن خلاله تقدر تدخل على موقع بروجيل. ولا تنسى بروجيل الكل جيل. لمستقبل أفضل brogil.com. اعلن في دجلة اف ام. إلى مشتركي زين العراق للأرقام التي تبدأ ب7800 و7815 و7816 و7817 و7818. يمكنكم الآن الاتصال بشبكة آسيا سيل بعد إعادتها للربط البيني تنفيذا لتوجيهات هيئة الإعلام والاتصالات. مع تحيات زين العراق. بيت الأعشاب. برنامج يختص في طب الأعشاب والطب البديل
ومعالجة الأمراض السرطانية والمزمنة بالفطر الهندي. ألتقيكم كل يوم أحد وأربعاء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 مساء. بيت الأعشاب مع فداء النقيب من راديو دجلة FM. أهلا بكم من جديد مستمعين. نعود للقصة الثانية لحلقة هذا الأسبوع من برنامج هموم الناس، حيث قال والد الفتاة نبأ وهو يشعر بغصة وألم ابنتي مارست الفحشاء والبغضاء مع هذا الشاب، وكانت تتردد عليه في شقته، والشاب تعامل معها بطريقة همجية وغير شرعية، حيث قام بتصويرها وتسجيل صوتها في غرفة المنام، وهو ما دفع أمها للموافقة عليه لكي تستر على ابنتها من أفعال وتصرفات الشاب المعيبة والمخالفة لتقاليدنا وديننا الإسلامي. لكنني أجهل ما حصل بعد ذلك. الشاب يخطب ابنتي والآخرين يباركون، وأنا الأب لا أحد يخبرني بشيء، وكأنني غريب عن العائلة، ولست الأب الذي ربيت وتحملت طوال سنين الحصار مصاريف أولادي، وكنت أسهر حتى الصباح عندما يمرض أحد منهم، أصلي وأسجد لله كي يشفيهم. كل ذلك كنت راضيا به، أن أبقى مستغفلا ولا أعلم بشيء، لكن الأهم أن يعيش أولادي بسلام. لكن فجأة تلقيت اتصال من صديقة ابنتي، وأخبرتني أن نبأ في وضع لا يحسد عليه، حيث أمها فسخت الخطوبة بسبب رغبة الشاب لزيارة بغداد مع ابنتي واللقاء بي. وهنا جن جنوني، متى وكيف انخطبت بنتي ولماذا أنا آخر من يعلم؟ لكن حاولت أتمالك أعصابي ولأستفهم القصة من البنت، لكنني يا ليتني لم أسمع شيء. ابنتي ترتبط بقصة حب وتخرج مع شاب بصفة غير شرعية وتمارس عادات وتقاليد الغرب في أوروبا، ثم تنخطب وأمها تقرر فسخ خطوبتها بحجج وأعذار لم أفهمها للآن. فهل زيارة ابنتي للعراق جريمة تستحق أن تقوم زوجتي بفضح ابنتها وإنهاء حياتها وجلب مشاكل لعائلتي؟ كان من الممكن أن نكون في غنى عنها. صراحة لم أجد تفسير لتصرفات زوجتي. هذه هي مأساة الغربة. مستمعين الأعزاء، دعونا نذهب لفاصل ونعود لتفاصيل قصتنا الثانية في برنامجكم لهذا اليوم هموم الناس. من أهوال ميسان إلى سفوح كردستان، من الشرق إلى الغرب، من وادي الرافدين يجمعنا راديو دجلة FM من بغداد. أهلا بكم من جديد، والجزء الثالث والأخير من برنامج هموم الناس. قبل أن نستكمل تفاصيل قصتنا، دعونا نستمع لما قاله والد الفتاة المغصوب على أمره، الذي تحدث لمعد البرنامج عن معاناته طوال هذه السنين. خلونا نسمع. لا انا عندي كلمه على نفسي، بس انا التصرف اللي يطلعون يعني يحطون امهم ويعوفون يرحمون. تعالي انت شلون حاطين، انت شلون حاطين شرعا وقانونا وعصا اجتماعيا، هذا ما يصير ترى، وانه مو جاهز بالعام يعني تقريبا يعني ما في حياه. يعني يصير هذا مرة تاخذ اجهاله بدون علم زوجها، انت قعدتي وياها نفسك خدتي رجع البيت تقعدي شو يصير قد يكون يصلح الامر او ما يصلح، يعني تطلع على وقت كثير. الله اخذت جهاز في برا. مو غريبه
مو غريبة تبيعني يضو تنسى المحبة مو غريبة انت مو اول حبيب اللي ينكروه وينسى حبيبه. صراحة قصة مؤلمة، كيف رضت الأم أن تحرم أولادها من رؤية أباهم. خلونا نحكي لكم الصار بنهاية القصة والفضيحة المسيئة لعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية. حيث الأم قامت كما روى أبو الشاب نبأ لنا بالاتصال ببعض المتنفذين من العراقيين المقيمين ببلجيكا، وقاموا بالاعتداء على الشاب وأرغموه على ترك الفتاة، مما دفع الشاب على فضح ابنتي بحجة التمسك بها ورغبته في أن يكون زوجها. فضيحتي ومصيبتي ليس في زوجتي فقط، ابنتي أخطأت وأوقعت نفسها في حفرة، وخطيب أم ابنتي لم يحترمني ويخبرني بشيء منذ البداية، ولم يصون أمانة غيره، وراح يفضح ابنتي في كل مكان. لكنني أحمل زوجتي المسؤولية، لأنها لم تحافظ على أمانتي ولم تتعامل بعقلية العراقيين. ولو زوجتي لمت الموضوع ما كان صار بحالي وحال بنتي كل هاي المصيبة. والد البنت ردا على سؤالنا حول تحققه من صحة الأمر من بنته قال إنه اتصل ببنته ووجد هاتفها مغلق، فحاول الاتصال بأحد أخوانها وأخبروه في المرة الأولى أن ابنته في الحمام، وفي المرة الثانية خارج المنزل، حتى تحدث لها بالمرة الثالثة لكنها ظهرت معه وكأن شيئا لم يحدث ويحصل. لكن الأب بقي يشعر بوجود شيء، وتبين له أن ما قالته صديقة ابنته حقيقة، حيث شاهد أفلام وفيديو وتسجيلات تخدش الحياة وتمس سمعة وشرف ابنته، فعاد لابنته لكنه وجدها مغصوبة على أمرها، تردد عدم رغبتها بالشاب رغم ما حصل بينهم، لكنها سليمة من ناحية بقائها فتاة عذراء، ولا يدري أبوها هل بنته مغتصبة أم فعلا لم تعد ترغب بإكمال مشوارها مع الشاب رغم ما فعلته البنت معه، أو ربما أن الشاب لم يعد يريد ابنتي بسبب الفضيحة التي سببتها زوجتي. فقال الأب: بقيت حائرا بين أواسي ابنتي رغم فعلتها القبيحة، وبين أن أتعامل بعقلية العشائر والشرع التي تفرض عليها الزواج من الشاب، لكن كيف لي أن أجبرها على الستر وإكمال مشوارها مع رجل أخطأت معه وأنا لا حول ولا قوة، وليس لي سلطة عليها، فابنتي في بلجيكا وليس في كربلاء كي أذهب وتعامل بعقلية الرجال، وأنا أجهل خيوط كثيرة من مصائب زوجتي الهاربة. الأب ختم حديثه معنا يقول: لن أسامح أم أولادي على ما حصل، لأنها لم تكن حكيمة في التعامل مع فضيحة ومصيبة ابنتي، وأناشد المسؤولين في الحكومة العراقية مساندتي ومخاطبة السفارة العراقية في بلجيكا لإعادة أولادي لي، عسى ولعل أتمكن من إصلاح ما أفسدته أمه. ونحن بدورنا كأسرة لبرنامج هموم الناس نطلب تدخل حكومي في الأمر وإجراءات صارمة في التعامل مع سفر القاصرات خارج البلد، فمثل حكاية الشاب نبأ جواد هنالك مئات الحالات التي تحدث يوميا في دول المهجر. وقبل أن نختم الحلقة معكم أذكركم أن محور الحلقة القادمة هو جرائم الشرف في السويد وإرث ثقيل يأبي الزوال. أما بالعودة لقصة اليوم المؤلمة حقا، فحتما ستبقى جرائم الشرف والعنف في أوروبا ما هي إلا أعمال تدل أولا عن الروح الشريرة لدى الإنسان، كما أنها تدل حضاريا على روح التخلف والقرف الحضارين اللتان يتمتعان بهما المرء الشرقي في أوروبا.
وأن مفهوم غسل العار لدى مجتمعنا الشرقي ميراث من العصر الجاهلية، فبسبب والدة تلك الفتاة أصبحت ابنتها نبأ حتما بحياة جحيم الآن، والشاب قد يلقى حتفه بسكين مجهولة تحت ذريعة غسل العار. لكننا لو دققنا بهكذا قصص سنجد أن الستر سيد الأحكام، وهو أمر رباني يجنبنا حمام الدم والثارات، ويجنب البنت الوقوع بغرام شاب آخر ينخدع بها ويرتضي بها زوجة له، وهي كانت قد أباحت لغيره ما هو محرم ولن يباح سوى للزوج. ختاما أذكركم مستمعينا الأعزاء بموقع البرنامج على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لاستقبال همومكم ومشاكلكم وعرضها تباعا في الحلقات القادمة. أستودعكم الله على أمل لقاءكم بكل خير. أجمل تحية من معد البرنامج أثير الجعف ومخرج الحلقة المبدع عمار العزاوي، ومني أنا شيماء الركابي أرق المنى وأجمل التحايا. إلى اللقاء.